بس قصدي محاولة إن إحنا نعمل أفلام عشان نقول للشعب اعمل كذا أو اعمل كذا، يعني مش ده دور السينما. يمكن أنا بدأت أتعلق بالسينما في سن صغير جدًا، أفتكر يمكن عند سن 10 سنين كنت قررت إن أنا عايز أشتغل في السينما وعايز أكون مخرج. الفضل في ده تحديدًا يرجع لفيلم اسكندرية كمان وكمان ليوسف شاهين. يمكن لمّا شُفت الفيلم ده اللي كان بيتعرض لحياة مخرج وجزء من السيرة الذاتية لشاهين، خرجت من قاعة العرض ساعتها حاسس إن أنا عايز أشتغل في المهنة دي. دخلت المعهد السنة الأخيرة وقت ما كنت باعمل مشروع تخرُّجي، يُطرح عليّا إن أنا أشتغل مساعد مع شاهين في فيلم اسكت هنصور. اشتغلت معاه وفي نفس الوقت خلصت مشروع تخرجي اللي كان عندي حظ ان هو برضه يسافر مهرجانات كتير وياخد اكتر من جايزة في مصر وفي العالم. يعني الحقيقة الشغل مع شاهين اعتقد انه اثر فيا على مستويات كتير جدا. يمكن بقول دايما شاهين يعني ما خلانيش مخرج مختلف، وخلاني بني ادم مختلف اصلا. ما قلنا اكشن، ما تخش يا منير، انت مستني عزومه؟ اكثر يمين. يمين فين يا منير؟ هتخش في الحيطه. بس اظن الخطوتين اللي كانوا اهم في حياتي فيلم عن يهود مصر، يعني تحديدا، يعني لان لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده الفيلم اتعرض 2013 و2014 الجزئين. لسه لحد النهارده ناس بتطلب تشوفه، لسه لحد النهارده بيجي لي ايميلات من ناس اتاح لها تشوفه في مكتبات جامعات او في عروض ثقافيه بتتنظم. انا مش مع ان الفن رساله او هدف ان هو يغير حاجه في الناس، بس يعني حقيقي لما بلمس التغيير الطفيف اللي عمله في صوره اليهود المصريين بحس بالفخر ان انا عملت الفيلم ده. المايلستون التاني المهم بالنسبه لي كان طبعا فيلم توقيت القاهره، فرصه انك تشتغلي مع راحل نور الشريف، مع سمير صبري، مع ميرفت امين. اعتقد انها كانت تجربه قريبه جدا لقلبي. يعني اعتقد ان هي حاجه مجحفه جدا ان احنا طول الوقت بنفكر ان الثقافه والفنون هي موجهه لجمهور القاهره واسكندريه بس. لنا نتخيل ان الاقصر المدينه اللي بيحصل فيها مهرجان انا بعتبره مهم على مستوى المحتوى جدا زي مهرجان الاقصر السينما الافريقيه، ما فيهاش قاعه عرض سينما. نروح للمأذون انا وانت نقول له ايه؟ انا والمدام جايين عايزين نتطلق. اسم الزوج ايه؟ انا اسمي سامح كمال ميخائيل. يا نهار اسود. انا بتكلم عن الخصوصيه. انا يعني طول الوقت محاولتي خلال السنين اللي فاتت هي ان انا اعمل افلام شبهي، مش الافلام اللي مطلوب مني اعملها. حتى ورقه شفره لما عملته وهو المثال تحديدا اللي ممكن اتكلم عنه دلوقتي، كان نوع الضحك اللي انا عايز اعمله. فيلم عمل ايرادات عاليه جدا في شباك التذاكر وعمل ظاهره، بقى كل الناس متوقعين ان انا اعمل مني ورقه شفره تاني. منتجين بيكلموكي بشكل اسبوعي بيطلبوا منك طب عايزين حاجه زي ورقه شفره، طب هات الثلاثي واعمل حاجه تانيه. طب ده عيب السينما المصريه بالنسبه لي. انا ما بحبش اعمل حاجه مرغم عليها، يعني ما بحبش اعمل فيلم عشان نشتغل. يعني يمكن نجاح ورقه شفره لما كل المنتجين كانوا بيكلموني عشان اعمل فيلم كوميدي تاني وانا كنت عايز اعمل فيلم غامق، قررت ساعتها ان انا هبعد عن السينما الروائيه شويه، ورحت 4 سنين اشتغلت على يهود مصر. ارجع 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 يا حبيبي، ارجع من الاخر. اللي هيقرب هيحصل الراجل اللي هيتذبح جوه ده. عندي سيناريو كاتبه، او في مرحله الكتابه بيكتبه السيناريست الزميل هيثم دبور، حد انا حبيت افلامه اللي فاتت جدا واعتقد انه عنده شكل كتابه مختلف، وشغالين مع بعض على فيلم كوميدي. او يعني انا بصنفه كوميدي بس هو يعني في لايرز اتقل من فيلم الكوميدي التقليدي، يعني اسمه ما تخفيه سميرة العيقة. فيلم بيتعامل مع عالم السوشيال ميديا وعالم شهرة السوشيال ميديا، بس في طبقة مش كتير بنتكلم عن تأثير ده عليها يعني.